يا صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين على عيونكو يا اغلى ناس في الدنيا كلها. انا زعلانه منكو شويه بس يلا مش مشكله، احنا اخوات مش هنزعل من بعض على حاجه هايفه يعني. طبعا المشاهدات شويه خالص خالص خالص. نبدا بسم الله وعلى بركه الله. هنعمل النهارده مع بعض الباميه، وهنعمل جنبها فرخة كده. البامية طبعا مخزناها من ايام ما كنا بنخزن البامية، وشوفوا بصوا تعتبر برضو خضرة لسه ما وحلوة كده جميلة هي. كنت شايلة يعني ايه. قلت ايه لما تهف علينا نبقى نعملها وكده. ماشي، احنا هنا بقى هنعمل التسبيك علشان البامية. الحلة هي زي ما انتوا شايفين نضيفة زي الفل، احط فيها معلقتين سمنة كده. وهكون طبعا مقطعة بصلاية كده، قطع صغيرة. بعد السمنة يعني بعد ما تسيح كده في الحلة بتاعتنا نحط البصلة، اللي هو يا جماعة التسبيكة العادية خالص. تمام. انا زعلانة بقى منكم ليه؟ زعلانة عشان ما عنديش مشاهدات. انا حاسة ان انا يعني بجد القناة بتاعتي بتنهار. خلاص حاسة ان هي يعني، وانا يعني انا حاسه ان انا هقفلها. انا مش عايزه القناه دي بجد من كتر ما هي ما فيهاش مشاهدات، من كتر ما انا خلاص يعني جبت اخري منها. من كتر انا ما جبت اخري منها ماشي خلاص. انا بجد زهقت جامد 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 من القناه دي، بسبب ان مفيش مشاهدات. ما في يعني انا بجد يعني حاسه كده ان هي بتنهار. حاسه ان انا ما عنديش اللي هو ايه يعني، اللي كنت متشجعه الاول وعندي كده ايه حماس ان اعمل فيديوهات وان انا يعني اعمل كل حاجه حلوه وكده وكنت حاسه ان ايه يعني ان انا خلاص يعني بقيت يعني مثلا مسؤولة عن قناة لازم هشتغل فيها كل يوم. عشان انا ايه، انا على فكرة انا هبطت مرة وهبط اهوت كمان يومين او 3 بإذن الله. فانا عايزة ايه، كان نفسي في يعني في ان حد مثلا يعني إيه بيشجعني من الاول، يفضل يشجعني على طول عشان القناة تستمر وتفضل يعني. تمام. انا مفيش تشجيع، مفيش حد بيشجع. بتدخلي مثلا تبص تلاقي التعليقات يا دوبك كام واحد، حتى اللي هم يعني معلش يعني مننا يعني كده. تبص تلاقي حتى مفيش حد منهم بيعلالك تعليق حلو يفتح نفسك يخليك حتى ت- تستمر في انك انت تنزلي فيديوهات وتشتغلي. انا بالنسبة لي بجد يعني مليت، جالي زي ملل وجالي يعني زي احباط كده. يعني انا لو مثلا حد بيدخل عندي بدخله بشاهد له ولازم اسيب له كلمة حلوة كده. علشان ايه؟ علشان يتشجع كده ويشتغل. هو احنا لازم يعني ايه، بصوا احنا ما بنتفرجش غير القنوات الكبيرة. احنا كده يعني احنا الغلابة اللي هو القنوات الصغيرة اللي هو المفروض احنا نساعد بعضنا. لا، ما بنساعدش بعض. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنروح للقنوات الكبيرة احنا وعيالنا كمان. يعني شوفوا احنا وعيالنا لا بنروحوا ايه، قاعدين بقى ايه متفرجين لهم وهم اصلا مش محتاجين. بصوا بربع جنيه مشاهدة مننا مش محتاجين مشاهدتنا اصلا ما تأثرش ولا تعمل اي حاجة. مش محتاجين حاجة خالص يعني، فاهميني؟ بنروح بقى ايه نتفرج لهم بقى كده ونشجعهم والله، ونضحك ونهزر ومش عارف الكلام ده كله ومبسوطين. طب ما نشجعوا بعضنا، طب ما نشوفوا نفسنا احنا الاول، نشوفوا القنوات الصغيرة. تعالوا احنا مع بعضنا كده، احنا لو اتلمينا احنا ياما، احنا كتير. لو كلنا كده شاهدنا لبعضنا بجد والله العظيم هنبقى احسن منهم. لكن احنا كل يوم ندخلوا عند ناس بتعمل افلام علينا. النهارده اتطلقوا بكره يتجوزوا، النهارده مش عارفه حامل، ده ولدت توأم، ده ولدت عيل واحد، ده الولد مات، ده البت مات. بصوا يعني ايه حوارات بتحصل علينا واحنا مبسوطين وفرحانين بيه. طب احنا ما بنشاهدوش لبعض ليه؟ طب ليه يعني ما ندخلوش لبعض ونشاهدوا لبعض ليه؟ ليه يعني؟ مش هيحصل حاجة، مش هيحصل حاجة. انا فكرت ياما ان انا استعبط واعمل قناة كده كلها استهبال في استعباط، فاهميني؟ اللي هو ايه يعني اعمل بقى نفسي اللي انا ايه،
اعمل قناه بقى اللي هي هجس فهجس، مش حاجات هادفه. مش في ناس تقول لك ايه، طب ما روتين اللي هو الطبخ والحاجات دي كلها الناس بتعرف تطبخ وكده. ما في ناس برضو ما بتعرفش تطبخ، بس بيكسلوا يدخلوا عند القنوات الصغيره اللي زي دي. هم عايزين يخشوا عند القنوات الكبيره اللي هي بتحط يعني اللي هم بيعملوا اكلات. انا بصراحه انا يعني معلش انا ما جربتهاش، بس ما احبش اجربها يعني، فاهمني؟ بحب الاكل اللي هو التقليدي بتاعنا اللي احنا تعودنا عليه، الاكل اللي هو اللي اهلنا عودونا عليه، اللي هو ما فيهوش اضافات غير اللي احنا تعودنا عليها. الاكل اللي احنا بنستطعمه، اللي طول عمرنا بناكلوه وعارفين ان هو صحي، واهالينا هم اللي معلمهولنا. ماشي. بس للاسف احنا ما بنحبوش نساعدوا بعضنا، ما بنحبوش نساعدوا بعض. احنا عايزين نساعدوا القنوات الكبيرة، ايوه، عشان ربنا يكرمهم يعني كده ويعرفوا بقى يبنوا فيلل ويبنوا عمارات ويصرفوا على اولادهم ويدخلوهم مدارس اجنبية، فاهمني؟ لكن بالنسبة لنا احنا مش مشكلة، احنا عادي عادي، مش مهم، احنا يعني عادي. الناس تشاهد لنا ما تشاهد لناش، الناس تشجعنا ما تشجعناش، دي حاجة عادية خالص. ماشي. انا في الفيديو ده كنت بتمنى كده ان حد حتى يعلق بكلمة، مثلا يقول لي كلامي صح ولا غلط. مثلا انا فعلا بتكلم صح ولا بتكلم غلط؟ فعلا الناس بتسيب القنوات الصغيرة وتروح للكبيرة وتتشاهد لها. يعني انا بجد حزينة، بجد حزينة، حزن على على الشغل اللي احنا يعني حتى يا جماعة، لو الشغل اللي احنا بنشتغله حتى مش حلو، يعني ممكن تدخل تقول لا والله شغلك مش حلو، والله العظيم اضافة مش حاجة وحشة. وحتى لو دخلت عملت مثلا ديسلايك او انت مش عاجبك الفيديو بتاعي، برضو دي حاجة بتعرفني مثلا صلحي من نفسك، اعملي حاجة حلوة مثلا تفيد الناس. لكن ده في ناس، يعني في ناس ما انا عارفاها عندي على القناة ما بيتفرجوش اصلا، ما بيدخلوش اصلا القناة، ما بشوفش حد فيهم بيعلالي، يعني ليه؟ فانا بصوا يعني بتكلم في الفيديو عشان عارفة ان الناس كلها بتطبخ، وعارفة ان الاكل اللي انا بعمله ده كل الناس بتعمله عادي. بامية عادية كده، عملت لها تسبيكة وبعد ما التسبيكة خلاص خلصت، طبعا حطيت شوية مية كده وزودتها، وحطيت بقى وحطيت البامية. وهنا الفرخة عادي خالص بتتسلق، وبعد كده هحمر. دخل ده في ده عادي يعني، بعرفكم عشان ايوه. بصوا في دي معلومة حلوة، لما تكون عندك برطمان صلصة، بدل ما تحطيه معدول في التلاجة، لا اقلبيه على وشه، يعني خدي منه افتحيه، خدي منه، وبعد كده حطيه في التلاجة وهو مقلوب، يبقى وشه تحت وظهره اللي فوق، علشان علشان لا تحمض معاكي ولا تعمل ريمة ولا اي حاجة. كل ما تفتحيها هتلاقيها زي ما هي زي الفل، تمام كده. زودت هنا برضو الفرخة شوية مية كده عبل ما تتشوح، علشان نشوف احلى شوربة منها، وهتشربي احلى شوربة من الفرخة دي. ماشي. مية باردة عادي، تمام كده. بصوا هاي الفرخة، بصوا الشوربة بتاعتها دسمة وجميلة ازاي، اللي يشوفها يقول ده شوربة بطة او حاجة. خلاص كده. بس يا جماعة ده الفيديو. انا بقى هنا بقى ديت التومة كده انا في ناس بتعمل البامية من غير ما تعملها اللي هي الدقة بتاعتها اللي هي تومة كده، وبتجيبي كزبرة خضراء وتقطعي الكزبرة كده قطع صغننة زي ما انت شايفة كده اهوت، يا دوبك بتعملي التومة وتخليها صفرة، وتجيبي بقى الكزبرة يا دوبك تشوحيها كده مع التوم. هتبص تلاقي الكزبره ديت في ايدك، اللي هي يعني وانت بتشوحيها كده هتلاقيها يعني هتخس معاكي لحد ما تتحمر كلها، كل الكزبره والثوم. انا عارفه ان الخطوه دي في ناس مش بتعملها اصلا، يعني في ناس بتستغنى عنها، بس انا عشان زي ما قلت لكم اتعودت على اكل امي وكده، فانا بعمل زي هي ما بتعمل، والحاجه بتطلع جميله وطعمها جميل. يمكن الدمهره اكتر ناس عارفين ان الباميه بيتحط لها كزبره خضراء وتوم، بيتحمر التحمير اللي هو العادي كده،
وبعد كده دي الفراخ طبعا هحمرها. وبعد كده بقى بتجيبي التومه بالكزبره. بصوا خست ازاي، تبصي كده في الطاسه تلاقيها خست خالص، يعني صفصفت على الشويه دول بعد ما كانت ياما خالص في الطاسه. صفصفت على الشويه دول. عايزه اقول لكم ان انا وانا بشتغل في الاكل ده كنت بصبن، وما كنتش مسحت بقى البوتاجاز بتاعي، وما كنتش لسه نضفت المطبخ. فبعمل الاكل علشان كنا داخلين على المغرب وعايزه اخلص. فكل حاجه تحس ان هي عادي يعني، فانا انتوا اخواتي وما بتكسفش منكم يعني عادي. ماشي. التوم زي ما انتوا شايفين كده اهوت. والبصلاء اسفه معلش الكزبره. التومه مش محروقه، والكزبره حلوه برضو. تمسكيها في ايدك كده تلاقيها ايه تتفرفت في ايدك. بصي بعد ما دقيتها بقى في الهوء بايد الهوم كده ونعمتها. بصوا الباميه ممكن تاكليها كده، في ناس بتاكلها كده عادي خالص. انا بقى باكلها ازاي؟ زي ما بحط قدامكم كده الكزبره على الايه، على التوم. الكزبره على التوم كده مع بعضهم، تحطيهم كده وتقلبي. بص بقى، بصوا باكلها زي ما انتوا شايفين كده، وطعمها بيبقى روعه روعه روعه. وعايزه اقول لكم بقى على الريحه قلبت المكان. الريحه جميله وقلبت البيت كله، ريحتها جميله ومن غير لحمه هي تحفه تحفه تحفه. على فكره حط لها برده مكعب مرقه دجاج وهتاكلي احسن باميه. بقى بصي الباميه خضره كانك لسه شارياها النهارده، وهي اصلا انا مخزناها في التلاجة. ماشي. احنا بقى كده حطينا الاكل بتاعنا اهوت وهناكل. ويا جماعه عايزاكم بقى تحطوا كلامي في دماغكم اللي انا لسه كنت بقوله لكم يعني برضو ايه. يا ريت نتفاعل مع بعض، يا ريت ناخد بالنا من بعض، يا ريت نشاهد للقنوات الغلبانه بتاعتنا. مش نسيب القنوات الغلبانه اللي احنا يعني طافحين فيها الدم، وروح نتفرج للناس اللي هي مش محتاجه اصلا. دي امي اول مره تاني مره تظهر معايا في الفيديو، مكانتش عايزه تظهر اصلا. ودول ولادي وكده الفيديو خلص، واتمنى يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.